جنون وانهيار جمهور وإدارة الزمالك بعد إعلان الأهلي وبشكل رسمي انضمام أشرف داري لصفوف القلعة الحمراء، وعدم إتمام الزمالك أي صفقة حالية، ودخل السوبر بمشاكل وإيقاف قيد وحالة صعبة جدا. كتبت الصحف الزملكاوية وبشكل ساخر ردا على صفقة أشرف داري، الزمالك يعلن قطع إعارة محمد طارق من المصري وعودته للفريق وقيده في القائمة الإفريقية استعدادا للسوبر الإفريقي. صفحة زملكاوية تانية كتبوا إن الزمالك عنده 3 عقوبات إيقاف قيد، 300 مليون جنيه غرامات. الجمهور بيقول للبيب ارحل، رفض أشرف بن شرقي الانضمام للزمالك وذهابه لقطر، أزمة تجديد زيزو، صفقة زياد كمال اللي عملها أيمن الشريعي، 0 بطولات محلية آخر سنتين، عايشين في فجوة زمنية مع النادي الأهلي. الحقيقة عزيزي المشاهد، صفقة الأهلي اليوم عملت بلبلة كبيرة جدا جدا، بالأخص إن الصفقات بتتوالى في القلعة الحمراء، بداية من يوسف أيمن ثم يحيى عطية الله ثم أشرف داري، وبإذن الله ختامها يكون مع محمد بن رمضان وكمان عمر الساعي. يعني صفقات واستعداد قوي للسوبر الإفريقي والموسم الجديد، دوري أبطال أفريقيا وبطولة الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية وكل البطولات اللي هيشارك فيها الأهلي بإذن الله. صفقة أشرف داري كمان تخطت كل الحدود والأرقام القياسية، فتخيل معايا من بعد نزول الصفقة على المواقع التواصل الاجتماعي للنادي الأهلي في ظرف ساعة تخطت 5 مليون مشاهدة وأكثر من نص مليون تفاعل. النادي الأهلي قلعة كبيرة بكل تأكيد، وصفقاته محترمة إلى حد الآن، ولسه في انتظار محمد علي بن رمضان وعمر الساعي زي ما قال أحمد شوبير. تفتكر معايا هل الزمالك هيدخل بطولة السوبر الإفريقي بدون أي دعم، يعني بدون أي لاعب يقدر يشارك معاهم في البطولة أو حتى يبدأوا بيه الموسم الجديد؟ أكيد هنشوف ونتابع. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وبس.